السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا بنات جايبه لكم حاجه كويسه جدا هتعمل على تحفيز نمو الشعر. هتخلي شعرك ريحته جميله جدا جدا. للبنات كمان او السيدات اللي بيشتكوا ان شعرهم بيبقى مهما يغسلوه بيبقى فيه ريحه كده، ريحه كمكمه زي ما بيقولوا. الريحه مبتبقاش لطيفه، تحسي اكن الشعر مش مغسول. هقولك على حاجه جميله جدا جدا وزيت رائع جدا بيعمل على تحفيز نمو الشعر وكمان تعطيره بطريقة يعني انت هتلاحظيها. يعني ما بين الغسلة والغسلة هتلاقي نفس العطر ده او الريحة الجميلة دي لسه في شعرك. آه، بعد طبعا ما بنغسل شعرنا يا بنات وخلاص خلصنا وكل حاجة، بجيب كوباية زي دي كده فيها مية، بجيب زيت اللافندر. زيت اللافندر من الزيوت الحلوة قوي قوي اللي بتعمل على تحفيز نمو الشعر، بتديله تعطير جميل جدا. بتحفز نمو الشعر، بتزيل البكتيريا والفطريات من فروة الشعر. وطول ما في بكتيريا وفطريات يا بنات بيبقى بتعمل عائق لنمو الشعر بسرعه. هبدا اعمل ايه؟ زي ما قلت لكم خلصنا غسيل الشعر، هبدا كده اجيب كوبايه واحط حوالي يعني حاجه بسيطه جدا من زيت اللافندر، لانه زيت نفاذ قوي. فهو يعني يا دوبك بس ايه، آه، حاجه بسيطه. ببدا اقلب كده وابدا بقى ارشها في بخاخ بايدي، احطها على شعري كلها باي طريقه. بعد كده بمشط شعري، بتبقى دي اخر مرحله يا بنات. يعني خلاص انا خلصت غسيل الشعر وكل حاجه، بتبقى دي اخر مرحله. بجد من الحاجات الجميله قوي اللي انت هتستفيدي بيها وكمان هتلاحظي نتيجتها السريعه. ده فيديو النهارده يا بنات. ما تنسوش بقى لايك للفيديو والاشتراك في القناه، واشوفك على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.